لو ناوي تعمل تبييض يبقى الفيديو ده ليك. اول حاجه لازم تعرفها هو الفرق ما بين التبييض والتنظيف. تعالى الاول نتكلم عن التنظيف. التنظيف عباره عن اني بستخدم جهاز اسمه التراسونيك، بمشي بيه على سطح الاسنان المتكون عليها جير. الجهاز ده بيبتدي يكسر من الجير المتكون على سطح الاسنان بكل سهوله. بعد كده ببتدي احط على الاسنان ماده معينه علشان اعمل لها تلميع. التلميع ده بيغير من لون الاسنان شويه بسيطه، لكن مش بيديها البياض الناصع يعني. واكتر اسنان بيتكون عليها الجير ده بشكل ملاحظ هي الاسنان الاماميه اللي تحت. طب انا ليه لازم اعمل التنظيف ده؟ تنظيف الاسنان مهم جدا، لان احنا لازم نشيل الجير المتكون على سطح الاسنان ده، لانه بيعمل مشكلتين. المشكله الاولانيه انه طبعا بيأثر على مظهر الاسنان وريحه الفم. المشكله الثانيه انه بيأثر على اللثه، بيعمل لها التهابات وبيعمل لها كمان تراجع للسطح بتاعها عن مكانه الطبيعي، وبيخلي الجذور اكثر عرضه للتسوس. لكن ما ينفعش اعمل التنظيف ده غير مره واحده كل 6 شهور، لان اكتر من كده على المدى البعيد هيأثر على سطح الاسنان ويعمل تآكل لطبقه المينا. امال ايه هو بقى التبييض؟ اول حاجه ان التبييض ده نوعين، نوع ممكن يتعمل في البيت ونوع بيتعمل في العياده بتاعه الطبيب. النوع اللي بيتعمل في العياده الدكتور اول خطوه بيعملها انه بيحط ماده عازله على اللثه علشان تعزل اللثه عن المواد اللي هيستخدمها في التبييض بتاعه الاسنان، لان المواد دي بيكون تركيزها عالي جدا وممكن تأثر على اللثه وتعمل لها حساسيه. تاني خطوه هيبتدي يحط المواد اللي هتعمل عمليه التبييض للاسنان، ويبتدي يحط عليها جهاز عشان ينشطها. المواد دي بعد ما بتتنشط بتبتدي تأثر على كل التصبغات الموجوده في الاسنان وتدي الاسنان لون ابيض ملحوظ. لكن للاسف بيبقى عندنا بعد ما بنخلص التبييض ده شويه حساسيه، فعشان كده لازم نستخدم معجون لحساسيه الاسنان. امال ايه هو التبييض في البيت ده؟ اول واهم حاجه انه بيكون تحت اشراف الطبيب، وما ينفعش اعمله لوحدي. بروح لدكتور السنان وبيبتدي ياخد لي مقاس عشان يعمل لي حاجه زي النايت جارد، او حاجه المفروض انها على قد اسناني. الحاجه دي بناخدها وبناخد معاها من عند الدكتور ماده كده المفروض انها تتحط جواها، وبس باخدهم بقى وبروح البيت، والدكتور بيقول لي على مواعيد معينه احط الماده دي جوه التركيبه والبسها في فترات معينه، وبتبتدي تبيض الاسنان بالتدريج لغايه ما اوصل لدرجه البياض اللي انا عايزه، بس برضو تحت اشراف الطبيب. لاني للاسف لو ما مشيتش على التعليمات اللي هيقولها لي الدكتور المواد دي ممكن تعمل التهاب شديد في اللثه. الناس بقى بتروح تعمل تبييض وتنظيف وتقول ان انا اسناني ما اتغيرتش اصلا، ان للاسف في بعض الاشخاص او بعض الحالات ما بيأثرش فيهم التبييض، زي مثلا انها تكون عوامل وراثيه او ادويه، زي مثلا الادويه اللي بتاخدها المراه الحامل اثناء الحمل. طب التبييض ده بيروح او بيتأثر مع الوقت؟ للاسف التبييض ده بانواعه مش من الحاجات الدايمه، وبيتأثر لو انا ما حافظتش، سواء كان بتنظيف الاسنان او لو بشرب شاي وقهوه وبدخن وبس كده.